السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل صدور الدجاج بطريقه مميزه بصوص حلو جدا. اول مره تشوفوها حصري على قناتي. تعالوا بينا نبتدي الفيديو. جبت صدور الدجاج، غسلتها كويس قوي ونقعتها في محلول النقع، ملح وسكر وليمون وفي ميه. نقعتها لمده ساعه وغسلتها كويس قوي ونشفتها كده وشرحتها زي ما انتوا شايفين كده بالسكينة. وجبت التوابل بتاعتي: توم باودر، بصل باودر، بابريكا، ملح، فلفل، بهارات فراخ، وليمونتين معصورين. وحطيت زيت زيتون واقلب بقى كل المكونات مع بعض كده. مكونات سهلة وبسيطة موجودة في كل بيت. هقلبها كويس اوي واحط صدور الدجاج في قلب المكونات بتاعتي دي كده واسيبها شوية تتشبع بيها. زي ما انتوا شايفين لسه ناقص لايك يحط اللايك ويكتب كومنت ويقول لي بعد ما يجرب الطريقة جربها ولا لا وعجبته ولا لا، وان شاء الله هتعجبكم وتعملوه احسن مني كمان. حطيت بقى في بولة تانية بعد ما نقعت الفراخ بتاعتي معلقة عسل، معلقتين مستردة، حطيت معلقتين صويا صوص غامق. وابتدي بقى ايه اقلب برضو المكونات بتاعتي كده في البولة دي كده لحد ايه ما ادوبها. واحط معاهم كوبايه شوربه. ما عندكيش شوربه هنحط مرقه فوريه في كوبايه ميه وندوبها ونحطها فيها. هجيب بقى على الطاسه كده قطعه زبده وشويه زيت وابتدي انزل بالفراخ بتاعتي اللي انا نقعتها كده واديها ايه صدمه ولون بالطريقه دي كده. زي ما انتوا شايفين دي صدور لو عايزين تعملوا البانيه، بس ايه تطخنوا البانيه شويه. تمام كده. بعد ما خدت لون المادة الدهنية اللي باقية دي هحط فيها بصلاية مفرومة وابتدي اشوحها بالطريقة دي. مين لسه ما حطش اللايك يحط اللايك ويكتب تعليق بيتفرج عليا من انهي بلد ويجرب الطريقة هتعجبه جدا، طريقة جديدة خالص. تمام. هحط بقى الخليط اللي انا عملته اللي هو العسل والمستردة والشوربة تمام والصويا صوص، وانزل بيها بقى بالفراخ كده واغطيها واسيب الفراخ بقى تكمل سواها في الصوص ده. شايفين الصوص بتاعها؟ صوص بني خطير، طعمه تحفة وريحتها جميلة جدا. جربوا الطريقة هتعجبكم. جنب شوية رز، جنب شوية مكرونة، غدا سريع وحلو قوي قوي. هتبهروا ولادكم بالطريقة دي. اكل مطاعم طبعا. يا رب يكون الفيديو النهاردة عجبكم. استنونا في فيديوهات تانية كتيرة. اسيبكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.